سامسونج من شوية يعني او انت بتتفرج على الفيديو ده بالظبط امبارح اعلنت عن سلسلة الاس 24 الجديدة من الموبايلات في مؤتمرها السنوي السامسونج جالاكسي انباكت 2024. لكن في واقع الامر ان اقل حاجة حصل فيها تطور او شيء مبهر هو الموبايلات نفسها او تصميم وهاردوير التليفون نفسه كجهاز، لان ما خلف الشاشة والجهاز والزراير والكلام ده كله في عالم جديد تماما من السوفت وير اتطور بشكل كبير جدا زي ما هنتكلم. والمره دي نقدر نقول ان الذكاء الاصطناعي او الاي اي ظاهر في اقوى واوضح صوره في تليفونات سامسونج جالاكسي اس الجديده. فتعال اقول لك الملخص السريع بتاع مؤتمر سامسونج السنه دي. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد. وسامسونج اول ما ابتدوا المؤتمر بتاعهم قالوا معلومه صغيره لكن مهمه لناس كتير جدا، الا وهي ان دلوقتي السبورت او السوفت وير ابديتس او تحديثات الاندرويد والسكيورتي اللي هتنزل على موبايلات سامسونج بدايه من سلسله الاس 24 هتكمل معاك لمده 7 سنين دلوقتي. فدي حاجه كويسه جدا تخليك وانت بتشتري تليفون سامسونج جديد مطمن كده وحاسس الموضوع يعني هيفضل مكمل معاك باحدث سوفت وير وامن ابديتس لمده طويله. وزي ما قلت لك التليفونات نفسها الجديده في سلسله الاس 24 ما هياش اكتر حاجه حصل فيها تغييرات جامده يعني، فتعالى نتكلم في التغييرات اللي حصلت في الموبايلات كده ونخلص منها بسرعه. مبدئيا لو اتكلمنا عن الاس 24 الترا وبصينا على التصميم بتاعه كده كجهاز هنلاقيه يعني مستوحى من حاجات شفناها قريب كده، الا وهي ان الفريم بتاع الاس 24 الترا دلوقتي مصنوع من التيتانيوم، ودي حاجه يعني خامه شيك وجميله ويعني سمعنا عنها قريب. وتخانه الموبايل كمان رفعت سنه، والشاشه نفسها كمان حصل فيها شويه تغييرات، دلوقتي ما بقاش فيها تقريبا حواف خالص، حاجه بسيطه جدا داير ما يدور وكلهم قد بعض، وبقت مسطحه تماما ما بقاش فيه اي كيرفات او انحناءات يعني موجوده في الاطراف بتاعتها، ودرجه السطوع بتاعتها كمان زادت جدا، فالبيك برايتنس دلوقتي بقى بتوصل لغايه 2600 نتس وده رقم كبير جدا. كمان الازاز اللي بقى على الموبايل من قدام بقى نوع جديد من الازاز الكورنينج، يعتبر هو اقوى انواع الازاز الكورنينج اللي موجود لغايه دلوقتي، وهو الكورنينج جوريلا ارمر، وده المفروض ان هو مقاوم للخرابيش بشكل اكتر ومقابل للكسر بشكل اكبر، ويعني هنشوف يعني درجه تحمله عامله ازاي، لكن المفروض ان هو تطور كويس. اما الفريم بتاع الاس 24 والاس 24 بلس بيجي مصنوع من الارمر الومنيوم اللي هو يعني المونيوم يعني بس متقال بشياك. اما لما نيجي نتكلم عن الكاميرات، ودي حاجه لازم نتكلم عليها كتير لما نجيب سيره التليفونات السامسونج جالاكسي اس الجديده، فالحقيقه حصل فيها شويه تطورات، جزء كبير منها له علاقه بالذكاء الاصطناعي والاي اي زي ما هنتكلم قدام شويه، لكن تعال اقول لك البديهيات اللي اتغيرت. بالنسبه للاس 24 الترا بيجي عندك 5 عدسات للكاميرات اللي في الظهر، كلهم تقريبا نفس العدسات بالظبط ما عدا عدسه واحده، الا وهي كانت 10 اكس زوم قبل كده 10 ميجا بكسل، دلوقتي اتبدلت ب 5 اكس زوم وبدقه 50 ميجا بكسل، عشان هم حسوا ان يعني ال10 دي مش ناس كتير بتستخدمها فهي عدسه مهدره. وفي نفس الوقت ال5 اكس الجديده دي لما تقرب وتوصل لل10 اكس نظريا بتاخد نفس الريزولوشن اللي كنت بتاخده من ال10 اكس بتاعت السنه اللي فاتت من غير ما تفقد اي حاجه في الكواليتي تقريبا. وطبعا اتكلموا على النظام البرو فيجوال انجن اللي بيحسن من جوده الصوره بشكل كويس جدا في كل ظروف الاضاءه. عندك دلوقتي النايتوجرافي اتحسن بشكل كبير، وبقيت تقدر تصور في ظروف الاضاءه الضعيفه جدا وتاخد نتيجه احسن كمان. ودي شويه الحاجات اللي اتغيرت بعيدا عن جزء الذكاء الاصطناعي اللي زي ما قلت لك هنتكلم فيه قدام شويه. بس بما اننا عمالين نرغي كده، حابب افكرك انك تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش لغايه دلوقتي، وتدوس على زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو اول ما بينزل على طول. بعد كده راح جايب لك في حركه حماسيه مبهره كده مستر بيست، وفاجئونا بفيديو ليه وهو يعني راكب على ونش كده وعمال يرفعه لغايه فوق كده ويجرب يصور بكاميرات الموبايل، والزوم بتاعها ابهره جدا ان هو عمال يصور بار الشوكولاته بتاعه والتفاصيل بتاعته واضحه كده وجميله وكل حاجه، يعني كانت حركه غريبه شويه بس لذيذه. وفي وسط كلامه كده اتكلم عن حاجه صغيره ما كانوش لسه جابوا سيرتها في المؤتمر، فلحقوا نفسهم كده وبعد الفيديو بتاعه على طول راحوا متكلمين عنها، الا وهي الكويك شير. الكويك شير دي بقى يا معلم حاجه شبه الاير دروب كده بس في نظام اندرويد ما بين كل تليفونات اندرويد، مش بس سامسونج جالاكسي بل وكمان معاهم كمبيوترات ويندوز، ودي حاجه لطيفه جدا ان انت تقدر تتحكم كده وتتنقل ما بين كل الملفات وتنقل حاجه من هنا لهنا وحاجه من هنا لهنا ما بين كل تليفونات اندرويد وبعضها، وكمان ما بين الكمبيوتر البي سي ويندوز والتليفون الاندرويد. ويعني طبعا ابل مرميه على جنب في حاجه زي كده عشان عندهم الاير دروب اللي هو برضو حل نفس المشكله، وانا الحقيقه نفسي يتصالحوا مع بعض في الحته دي ونقدر ننقل اي حاجه من اي حته لاي حته بمنتهى السهوله كده، لكن اشك ان دي حاجه هتحصل. وقبل ما نخش في تفاصيل الذكاء الاصطناعي ومواصفات الجالاكسي اي اي اللي مالت المؤتمر ده كله، تعال اكلمك
هكلمك على التطورات اللي حصلت في البرفورمانس او الاداء بتاع الموبايلات الجديده، عشان برضه حصل شويه حاجات لطيفه. دلوقتي الثلاث تليفونات بقوا بيجوا بمعالج سناب دراجون 8 جن 3 الاحدث من سناب دراجون. اداؤه المفروض في كل حاجه في الموبايلات فرقت، استخدامه دلوقتي بقت الحراره اهدى ومظبطينها بشكل كده اقوى بكتير، والالعاب كمان بقى ادائها احسن بكتير بفضل الري تريسنج اللي بيعمل بقى انعكاسات ويحسسك ان اللعبه كده يعني اقرب ما يكون للواقع. واخيرا اكبر تطور حصل السنه دي من وجهه نظري هو تدخل الذكاء الاصطناعي في السوفت وير او ما يسمى بالجالكسي اي اي. انا شايف ان الذكاء الاصطناعي في الموبايلات الجديده بدلت تجربه الاستخدام بشكل كبير جدا، وده فعلا اول مره هتمسك تليفون سامسونج جالاكسي وتحس ان تجربه الاستخدام بقى فيها شويه حاجات كده سهلت عليك حياتك وحلت مشاكلك بشكل الطف وبتاع، برغم ان انت ماسك تليفون تقريبا شكله هو. فمثلا من ضمن الحاجات انك تقدر في وسط المكالمه بتاعتك لو انت بتكلم حد بيتكلم لغه تانية خالص، يعني انت راجل بتتكلم انجليزي وبتكلم حد بيتكلم اسباني، انت وانت بتتكلم بالانجليزي هو هيكون سامعك بالاسباني، والعكس صحيح، هو لما يتكلم اسباني الموبايل هيغير الاسباني بتاعه الانجليزي وتقوم انت سامع المكالمه بتاعتك بالانجليزي. والموضوع بصراحه مبهر جدا وملوش علاقه بنوع التليفون، انت لو بتكلموا على تليفون ارضي هيحصل نفس الموضوع وممكن تترجم المكالمه فوري كده. الكلام ده تقدر تعمله في 13 لغه لغايه دلوقتي، كلهم هيكونوا متسجلين على الموبايل، مفيش اي انترنت عشان الخصوصيه، لكن للاسف العربي مش واحده من اللغات دي حتى الان. نفس موضوع الترجمه ده كمان ممكن يحصل في الرسائل مش بس المكالمات، يعني انت تيجي تبعت حد مثلا بيتكلم اسباني رساله بالانجليزي، اول ما تبعتها هتروح له بالاسباني وجنبها على طول كده الانجليزي اللي انت كتبته، ونفس الكلام هو لما يبعت لك بالاسباني انت هتظهر عندك الرساله بالانجليزي ومعاها كده برضو الكلام اللي هو كتبه بالاسباني عشان لو عايز تراجع فيه حاجه روشه جدا بصراحه. ممكن لو عايز تبعت مثلا رساله لمديرك في الشغل بس انت يعني عندك حس الفكاهه عالي شويه في رسايلك، فانت هتكتب بطريقتك عادي بس تقول له معلش صغها لي بطريقه بروفيشنال اكتر كده عشان يبان يعني للراجل ان انا بتكلم كده بشكل احتراف. ممكن لو انت بتحضر محاضره تسجل الصوت بتاعها وتلاقي كل حاجه اتقالت مكتوبه، ومش بس مكتوبه ممكن يرتبها لك في شكل نقط ويظبطها لك كده بحيث ان انت يعني كانك بتاخد نوتس، بل ومنظم كمان جدا في ترتيب النوتس دي كده ما بين عناوين ونقط والنقط تحتها نقط وبتاع، وده ممكن تعمله لاي تكست مكتوب عادي. ولو استخدمت الاسبان علشان تكتب نوتس مثلا بس خطك وحش والحروف طالعه ونازله كده، برضه عن طريق الذكاء الاصطناعي يقدر يركبها لك كده جنب بعض وكأن فجأة خطك بقى حلو من غير ما يحولها تكست، انت لسه بايدك عادي لكن بقت مرتبه ومهندمه بشكل احسن شويه. وحاجه جديده اعلنوا عنها انا شايف ان هي روشه جدا بصراحه، هو طريقه جديده للبحث بالتعاون مع جوجل نفسهم. دلوقتي وانت بتقلب في الموبايل بتاعك على اي تطبيق سواء بقى انستجرام بقى ولا يوتيوب ولا الصور اللي عندك ولا اي حاجه، تقدر تستخدم حاجه اسمها سيركل تو سيرش. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ده باختصار ان انت هتفضل دايس على زرار الهوم كده شويه، فهتلاقي ان الشاشه بتاعتك اتحولت لمسطح كده تقدر تعلم فيه على اي حاجه من اللي كانت مفتوحه قدامك، ومجرد ان انت تعمل دايره او تشخبط على حاجه معينه في الصوره او حتى تشد خط على كلمه معينه هيقوم عامل سيرش او بحث عن الحاجه اللي انت اخترتها دي، وساعتها تقدر تعرف معلومات عن الحاجه اللي انت شايفها قدامك من غير بقى ما تضطر تسيف الصوره وتطلع وتخش في جوجل وتعمل سيرش بالصوره اللي سجلتها. الكلام ده كله بيحصل كده من غير ما تخرج بره الابلكيشن بتاعك، ودي حاجه انا شايفها عمليه جدا جدا، بالرغم ان هي كانت حاجه موجوده قبل كده لكن عشان تعملها بتعدي في خطوات اكتر بكتير. دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير واتوقع ناس كتير جدا هتستخدمه. ولو رجعنا للكاميرات بتاعه الموبايلات دي، تعال اقول لك على شويه حاجات الذكاء الاصطناعي برضو تدخل فيها علشان يظبط الدنيا. انت دلوقتي لما تيجي تعمل اديت لصوره هو من نفسه كده ممكن يقترح عليك شويه حاجات تحصل بالذكاء الاصطناعي، يعني لو في مثلا انعكاس في الصوره دي على ازاز او حاجه يقدر يقترح ان هو يشيله ويقوم شايله عادي. وعارف مثلا لما تيجي تعمل روتيت لصوره معينه فهتلاقي ان بقى في فراغات كده فوق وتحت ويمين وشمال مكان العدله بتاعتك، هو يقدر يملاها لك عادي بحاجات هو متخيلها، والحقيقه ان هي بتظبط ويبقى شكلها كويس جدا. برضو تقدر تحرك اشياء او اشخاص من الصوره من مكانها لمكان تاني، والمكان الفاضي مكانها ده يقدر يتملي برضو بشكل منطقي جدا من غير ما تحس ان فيها اي مشاكل. بس قال لك يعني الصور المعدله بالذكاء الاصطناعي دي هيبقى فيها كده لوجو تحت كده على الشمال بيقول لك ان هي متعدله بالذكاء الاصطناعي، وفي معلومات الصوره دي كمان هيتم ذكر ان هي في ذكاء اصطناعي في الموضوع عدلها، وده عشان الناس تعرف الصور الحقيقيه من الصور المزيفه. مع ان انا شايف يعني انت ممكن تاخد سكرين شوت عادي وتكروب الحته دي ويبقى عندك صوره جديده متعدله بالذكاء الاصطناعي لكن مش باين فيها حاجه من الكلام ده عشان هي سكرين شوت. واخيرا حاجه تانية الذكاء الاصطناعي عملها في الكاميرات هي انك لو مصور فيديو عادي مش سلو موشن ولا اي حاجه تقدر ان انت تحوله الفيديو سلو موشن، والذكاء الاصطناعي هيملى فريمات زياده ما بين كل فريم وفريم حقيقيين علشان يديك كده منظر ماشي بالراحه جدا كده كانه متصور سلو موشن وناعم وسلس ولطيف، ودي حاجه انا شايف ان هي برده حلوه جدا. واخيرا اعلنوا عن اسعار التليفونات دي، لاس 24 وال24 بلس وال24 الترا بيبتدوا من 800 و1000 و1300 دولار، وتقدر تطلبهم من اول النهارده وهيوصلوا على اخر
الشهر يعني. وبعد كده اتكلموا في اخر المؤتمر عن شويه حاجات ليها علاقه بقى بالبيئه والسستينابيلتي، وان احنا اصدقاء البيئه وبنستخدم خامات معينه بتحافظ على الجو وانبعاثات الكربون والحاجات دي، وده كلام جميل طبعا. بعد كده حولوا في الاخر الكلام على الجزء بتاع سامسونج هيلث، وان الساعه وبتتراك صحتك وبتقيس الحاجه بدقه كويسه جدا وهتنفعك وانت نايم وانت صاحي وانت بتتمرن والكلام ده كله. وبعدين في الاخر خالص قام قايل لك ايه بقى، احنا الكلام ده كله بتاع السامسونج هيلث وقياسات الجسم والحركه والنوم والكلام ده كله نقدر نجمعها في جهاز جديد. واللي عارف يعني ومتابع، انا بقالي فتره مش قليله بستخدم سمارت رينج او خاتم سمارت من شركه اسمها الترا هيومن. الخاتم ده الحقيقه روش جدا وفيه سنسورات من جوه وبيقيس برضو حركتك والنوم والنبض والحراره والكلام ده كله. فانا قلت بقى سامسونج هتعلن عن حاجه قويه جدا، يلا نعرف التفاصيل بتاعتها. فما قالوش اي حاجه وقفلوا المؤتمر على كده وسابوني كده قاعد بهري وانكت في نفسي مستني اعرف اكتر عن الجالاكسي رينج اللي هم غالبا هيعلنوا عنه قريب. وبس كده، دي كانت كل حاجه حبيت ان انا ارغي معاك فيها كده عن ملخص مؤتمر سامسونج جالاكسي انباكد ل 2024. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناه. ما تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك لفيديوهات قصيره لطيفه كده وستوريز يوميه، تلاقي الروابط كلها موجوده تحت. لو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي كلها في الكومنتس وانا هقرا كومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.